كارتو. الان حنا في ماتش مهم الفينال، واش ما كاينش تخوف اننا يتعاودوا نفس هذه المشاكل؟ سيرتو عندنا 6 ديال اللاعبين بالفعل اللي عندهم كارتون. الاشكال هو انه فريق الوداد الرياضي وقبل المباراه ديال النهائي تقال بانه عدد من البطاقات الصفراء ربما تقيد اللاعبين في الاداء ديالهم او لا في العطاء ديالهم خلال المقابله. او الاشكال اللي كاين هنا هو انه ربما اللاعب يقدر يفكر في البطاقه الصفراء اكثر من انه يفكر في انه يعطي 100% من الاداء ديالو. نعم. ربما الحسين عموته مدرك جيدا لهذه المساله هذه، ربما ما غتفوتوش هذه النقطه هذه بالذات، لانه حتى فريق الاهلي المصري هناك 5 أو 6 لاعبين مهمين، من بينهم الحارس شريف اكرامي وحسام عاشور اللي هو غائب عن هذا اللقاء، مؤمن زكريا. فهاد اللاعبين هم ايضا غيخافوا من البطاقه الصفراء. التخوف اللي ربما يقدر يكون بشكل كبير هو من الحكم الاثيوبي، اللي من الممكن انه احنا ما عارفينش التفاصيل وما عارفين بطبيعه الحال الهضره هذا الحكم كيقيم في القاهره. لا هو ما يمكنش ندخلوا في الجزئيات الصغيره، ولكن على حسب كل حكم والاداء ديالو. كاين الحكم اللي سخي في البطاقات وكاين الحكم اللي ما كيعطيش البطاقات بسهوله. فنتمنى بانه يكون من الحكام اللي ما كيتسرعوش في اشهار البطاقات، لانه فقط لا قدر الله انه بطاقه وجوج في البدايه ديال المقابله ربما تزعزع الاستقرار والتركيز ديال اللاعبين، وهذا ما لا نتمنى ان شاء الله. حنا كنعرفوا الكاف الان الاستراتيجيه ديالها انها تعطي قيمه لهذه المنافسات القاريه. ما يمكنش غتجيب اربيط اللي يقدر يجي ويخسر الفينال اللي غيشاهدوا بزاف ديال الناس. قبل ما نرجعوا عند سي منعم وعند توفيق صناجي، نمشيو عند سي محمد بوتوزاز اللي معنا مباشره من برج العرب، نشوفوا مع اخر اخبار واش كاين شي جديد، لان لحد الساعه كنعرفوا ان الفريق بجوج كاين تكتم، كل واحد بعد اللاعبين ديالو على الصحفيين، لانه كاين بزاف ديال الصحفيين اللي رافقوا الوداد وكذلك الصحفيين المصريين اللي جاوا حتى هما باش يغطيوا هذه المباراه. سي محمد مرحبا بك. مرحبا بك عزيز، مرحبا بكم المستمعين الاوفياء وكذلك ضيوف الكرام. سي محمد، اخر الاخبار حصه اليوم امتى كاينه؟ واش كاين شي اخبار على اللاعبين؟ سيرتو كل شيء كيسولنا على عطوشي شكون غيلعب بلاصتو، واش بدات شي اخبار كتوصل ولا مازال؟ طبعا تعرف كيبقى هذا السؤال، ولكن لحد الان فما نقدروش نقولوا، لانه كما قلنا فالحصه التدريبيه ديال اليوم امس كانت فقط 10 ديال الدقائق المختصه للرجال ديال الاعلام. اليوم غادي تبان وغنسولوا عمو هذا السؤال هذا، غنطرحوا عليه كيفاش غيتعامل معاه. كذلك غنشوفوا حسام البدري المدرب ديال الفريق الاهلي المصري خلال يعني الندوه الصحفيه اللي غتكون حوالي الساعه 6:30 يعني قبل التدريب الرسميه ديال الفريق الوداد الرياضي. انا دابا كنتواجد في الاسكندريه، يعني بعثت على الفريق جيت في الاسكندريه، خديت ميكرو تروطوار مع الجمهور ديال فريق الوداد ديال الفريق الاهلي، وكذلك لقينا الزملكاويه لقينا الاهلاويه هنايا دايرين في كروشهم كما كنقولوا ياك سي محمد. دايرين في كروشهم ضامنينهم الربح. هادشي اللي كيقولوا هادشي اللي كيقولوا ولكن اللي زوين هو الروح الرياضيه اللي طاغيه على كل شيء. فانا يعني خديت معايا مجموعه ديال المواطنين، مجموعه ديال المشجعين المصريين هنايا بمدينه الاسكندريه اللي كتبعد على برج العرب بحوالي واحد 40 كيلومتر، وتكلمنا معاهم وشفناهم كيفاش كيشوفوا الماتش، وكاين فيهم اللي كيعرف يعني كره القدم المغربيه، كيعرفوا مدربات تيمومي، يعني عندهم كثيره لانهم كاينين يعني كيعترفوا تيقول لك اودي انتم عندكم الكره، انتم فريق مزيان، ولكن دائما ديك القضيه ديال انهم هما اللي غيربحوا مادام انهم هما فريق الاهلي او فريق القرن، اللاعبين الجمهور ديال فريق الاهلي المصري. فكما قلت كاين مجموعه من الامور اللي غادي نتحدثوا عليها ونتقربوا منها مع كذلك بعض الجماهير. على العموم عزيز بالنسبه للفريق فعنده حصه تدريبيه اليوم، جميع اللعابه كاين. احنا اللي كيهمنا هو هذا الامبيونس اللي كاينه داخل الجروب، فكاينه امبيونس زوينه، رابح راه مزيان راه مستعد راه واجد، كذلك اللعابه كاملين مستعدين، اللعابه اللي عندهم تجربه بحال النقاش بحال نصير، اللعابه الكبار شويه فاكي يعني عارفين بانه هذه فرصه ديالهم باش يحققوا شي لقب، خصوصا وانه رابح ديجا لعب الفينال ديال الشامبيونز ليغ وهذا ثاني فينال ليه. كذلك عمو هضرنا معاه يوم امس على انه اول مدرب اللي غادي يلعب هذا النهائي ديال الشامبيونز ليغ، وقال بانه انا طمع شويه، قال بهذه العباره، قال انا طامع شويه باش ندي هذا اللقب هذا مادام انه ديجا خدا الكاس بلاكاف. هذا الشيء اللي كاين عزيز، الامور غتوضح اكثر يعني في الندوه الصحفيه ديال المدربين بجوج، لا حسين عموته ولا حسام البدري. مجموعه من الامور غادي نطرحوها، مجموعه ديال التساؤلات ديال
الزملاء الصحفيين اللي واخا كاينين. سؤال بخصوص كما قلت الجمهور، كنعرفوا ان 50,000 تذكره هي اللي طبعات هي اللي كتباع، وكان الحديث على ان الاهلي طالبوا باش تزاد 21,000. واش تزادت ولا 50 هي اللي كاين؟ لا، ما تمش الاتفاق. انا يعني اخر اخبار اللي عندي من الزملاء الصحفيين المصريين هو 50,000 هي اللي كاينه وهي اللي مطبوعه. هما كانوا بغاو 80,000 تحضر. بغاوها. هما كانوا عطاو ليكزومبل ديال الماتش ديال مصر اللي تكلفت فيه الكوب دي موند، فقالوا يعني بغينا بحال هكا كيكون التيران. وبالنسبه للصحافه ديالهم فكتقول بانها السنه ديال الكره المصريه، يعني السنه ديال الكره المصريه كيقول لك حنا تكلفنا لكاس العالم والاهلي تا هو غيجيب هاد لاكوب. هادشي اللي تيشوفوا. ولكن اخر الاخبار اللي عندي عطاتهم فقط 50,000، والجمهور المغربي غيدخل بلي باسبور ديالهم. هادشي اللي يعني اللي في خباري انا. واش غتكون بي ولا ما غاديش تكون، حنا اللي عارفين بانه كاين الجمهور اللي جاوا في وكاله الاصفار، وبالتالي فهم مخلصين كل شيء، وقالوا بان فقط يكون عندك باسبور وتدخل. هادشي اللي كاين لحد الان. الغدا التيران غيتحل مع 11 ديال الصباح، على اعتبار انه غادي يكون جمهور كثير. كنهضروا على 50,000 متفرج، وبالتالي فهم داروا جميع الاحتياطات ديالهم. فتحوا بزاف ديال البوابات، تقريبا 10 ديال البوابات ديال ملعب برج العرب اللي غيكونوا مفتوحين باش انه يسهلوا على الجمهور ديالهم الدخول 11 الصباح حتى 7 ديال العشيه. كنظن يعني وقت طويل وكبير بزاف باش انه يكون الجمهور ديال الاهلي حاضر، وكذلك الجمهور ديال فريق الوداد عاد. بالنسبه للاهلي الغيابات اللي تاكدت، واش رسميا حسام عاشور وصالح جمعه غايبين ولا باقي الامكانيه انهم نشوفوهم غدا في الماتش؟ هو كما قلتي في الاول كاين تكتم، ولكن اللي بان واللي كتكتب عليه الجرائد المصريه بزاف هو انه حسام عاشور وصالح جمعه ما غيكونوش حاضرين. هاد جوج اللعابه ما غاديش يكونوا حاضرين. كذلك كتاكد على الدخول ديال عمرو السوليه، هذا يعني غيكون حاضر، وكيقولوا بانه العمرو السوليه ولا كذلك اللاعب ديال الفريق الاهلي اللي هو وليد سليمان. هاد الجوج هادي يعني غيكونوا حاضرين، لانه بالاضافه لوليد ازارو قالوا مادام انه عنده يعني رجع في الفورما. كانوا ما نساوش انهم كانوا جابوا ليه كوتش مونطال يعني وبقى كيهضر معاه، وداك الشيء ان شاء الله يرجع. كيبان بانه جوج ديال الغيابات اللي غيكونوا عندهم هما اللي تكلمنا عليهم، ديال حسام عاشور وكذلك جمعه، جوج غيابات مهمين. وتنهضروا على نقطه اخرى اللي هي الفريق الوداد عنده بزاف ديال الصفرات، وبالتالي فالمدافعين ديالو اللعابه ديالو ما عرف كيفاش غيتعاملوا المعطى هذا. تكون عندك الصفره ما تتلعبش 100% من الجهد ديالك. ربما المصريين غيحاولوا يركزوا على هذه المساله. كذلك رابح الاصابه ديالو فتحطات في الجرائد المصريه كيهضروا عليها حتى هي، كونه تعرض للاعتداء حتى هو يعني هي دايره هنا بقوه الاصابه ديال رابح. وقالوا بان الطاقم الطبي ديال الفريق الوداد يصارع الزمن من اجل انه رابح يكون واجد. رابح حنا اللي بانينا في لوطير راه واجد، راه كاين، هضرنا معاه، كان في الحصه التدريبيه ديال يوم امس، وبين انه غيتقاتل في الماتش النهائي عاد. عطيتينا قبيله واحد التشكيله قلتي مسربه الى عندك، نعاود تعطيها لنا ديال الفريق الاهلي المصري. سي محمد ما كيسمعناش. اذا كانت هذه اخبار الاجواء اللي كسبق الماتش بالاسكندريه، الماتش اللي غادي يكون غدا مع 6. حنا غنرجعوا نهضروا على هذا الماتش.